لكل متابعين الشيف زوزو، النهاردة هنقدم وصفة جميلة جدا. وصفة كفتة الرز. زي ما انت شايفة كده، أكلة من الأكلات اللذيذة جدا واللي ممكن تحضريها بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب كوباية رز في حدود ربع كيلو، هنغسلها كويس، نغسل الرز كويس ونحطه على قماشة نسيبه ينشف. بعد ما ننشف الرز كويس هنسيبه بردك ينشف كده، يجف لمدة 3 ساعات أقل حاجة، عشان حبات الرز تبقى ناشفة معانا. هنجيب الرز بتاعنا في الطحونة بتاعتنا، هنطحنه أو في الكبة زي ما انت عندك في البيت. أنا هنا بستخدم كبة على طول بيتطحن زي ما انت شايفة كده. ممكن تستخدمي في دي رز بيتباع، بيبقى رز مطحون جاهز. هنحضر خليط الكفتة بتاعتنا. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، هنحطه في بولة، هننزل عليه بالرز المطحون بتاعنا. بصلاية مقطعينها شرايح، تلت كوباية كزبرة، تلت كوباية بقدونس، وخمس ست فصوص توم هنحطهم مع المقادير. هنحط معلقة كبيرة كمون وكزبرة وملح وفلفل أسود سنة بسيطة، وهنخلط الخليط بتاعنا زي ما انت شايفة كده. كده احنا بنعد العجينة بتاعتنا، عجينة اللحم دي، عشان هنفرمها في المفرمة. ممكن تستخدمي مفرمة عادية لو ما عندكيش المفرمة اليدوية اللي هي العادية بتاعت البيوت بتاعت زمان. وهنفرم المكونات بتاعتنا كده زي ما انت شايفة كده، دي بتبقى النتيجة. طريقة سهلة جدا ممكن تحضريها. هتعوزي ايدك كده سنة زيت، وتاخدي قطعة كده صغيرة، هتعمليها صوبع كده زي ما انت شايفة، كأنك بتصبعي كفتة عادية. بس لازم تبلي ايدك زيت عشان يبقى تتلف معاكي، ميبقاش فيه، ما تفرولش معاكي. وهنكون محضرين طاسة زيت سخنة، وهننزل بالكفتة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. طريقة سهلة ما فيهاش أي صعوبة. المفرمة لو ما عندكيش ممكن تستخدمي المفارم اللي هي اليدوية بتاعت زمان. والرز بردك لو مش عايزة تطحنيه في البيت ممكن تجيبيه جاهز. في دي رز بيتباع جاهز عند العطار، بيبقى موجود، بيدي نفس النتيجة. هتجيبي ربع كيلو بس. زي ما انت شايفة كده احنا بنقلي الكفتة بتاعتنا بعد ما حضرناها كلها صوابع. بتقليها على نار متوسطة عشان تاخد السوا بتاعها كامل. دي من الأكلات الجميلة جدا واللذيذة وموفرة في نفس الوقت. ممكن تعملي جنبها حبة رز، بتبقى جميلة جدا. هنعملوها كمان بالخضار. هنجهز الطاسة بتاعتنا، هننزله فيها بمعلقة زبدة ومعلقة زيت صغيرة. هنكون محضرين بصلة شرايح هنحطها معاهم. هنشوح البصلة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده، لغاية ما البصلة كده تبتدي تدبل معاكي تصفر. هتنزلي بتلات أو 4 فصوص توم، وتنزلي بقرنين فلفل أخضر على أحمر على أصفر. ولو عايزة حامي ممكن تحطي قرن شطة حامي، تقطعيه وتنزلي بيهم. وهنقلب الخضار بتاعنا كده لغاية ما الخضار يدبل معانا زي ما انت شايفة.
بعد كده هننزل بالكفتة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده، وهنكون مقطعين طماطمتين ننزل بيهم، ورشة ملح خفيفة على رشة فلفل، وهنقلب المكونات بتاعتنا زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. هنقلبها كده زي ما انت شايفة، هنغطيها لمدة 10 دقايق على نار هادية عشان تاخد السوا بتاعها. ودي بتكون النتيجة. بعد 10 دقايق كده بنديها رشة بقدونس كده على الوش، ونبتدي نحضر التقديم بتاعنا. بننزل بالكفتة كده بالخضار في الطبق بتاعنا، طريقة لذيذة جدا. وزي ما انت شايفة كده كفتة مستوية وفي قمة الجمال. رجاء الاشتراك في القناة والإعجاب وشيروا الفيديو، وبالهنا والشفا.